هاني في المغرب وصل للنهاية، هاني في المغرب وصل للحكاية، جبنا الموضوع لغاية حضراتكم. هنتابع مع بعض فيديو النهاردة اللي تسبب في إثارة كبيرة جدا، خلى الناس كلها ما عندهاش كلام غير هاني في المغرب. ايه حكايتك يا هاني، وايه مواضيعك، وايه اللي انت بتجيبه وتناقشه معانا وتفضل تشرحه لنا وتقول لنا مملكة المغرب الشريفة، وقد ايه ملك المغرب الشريف، وقد ايه ملك المغرب راجل عظيم، وقد ايه مملكة المغرب الشريفة ليها مكانة قوية في قلوبنا. ايه الحكايه وايه الموضوع وليه انت بتقول الكلام ده؟ هقول لحضراتكم لان اللي شفته بعينيا انتوا ما شفتوهوش، عشان كده جبته لكم تتابعوه معايا. يلا بينا نسمع الفيديو ده، ولكن قبل ما نبتدي نعمل اللايك، نشترك في القناه، نفعل الجرس، ندوس على زرار الكل، واوعوا تنسوا تعملوا مشاركه، مهم جدا المشاركه عشان كل اخواتنا يشوفوا بعينيهم اللي احنا شفناه. اتفضلوا معايا. الاقتصادي والبحث في مجال الطاقة. مرحبا سيد الأزرق. معنا المغرب يخطو خطوة أخرى تجاه تطوير قطاع الطاقات المتجددة، هذه المرة من خلال الطاقة الشمسية في جبال الأطلس. ما هي القيمة المضافة لهذا المشروع؟ أكيد أن هذا المشروع الضخم اليوم هو الثالث من نوعه في المغرب، ولكن وفق تكنولوجيا حديثة، وتختلف تكنولوجيا اليوم المعتمدة في هذه المحطة عن التكنولوجيا المعتمدة في المحطتين نور 1 ونور 2، لا من ناحية التكلفة ولا من ناحية تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، وأيضا من ناحية القدرة التخزينية، وهذه كانت إحدى معضلات المحطات السابقة، قدرة تخزين جد منخفضة. اليوم هناك توجه نحو إنشاء محطات بحلول تكنولوجية متطورة تمكن المغرب من بلوغ سقف الأهداف المسطرة في أفق سنة 2030، وهي 52% من حجم إنتاج أو من حجم الاستهلاك الإجمالي للمغرب على مستوى الطاقة أن يكون من الطاقات المتجددة. ولكن المملكة المغربية لديها أهداف بعيدة المدى أن تشكل الطاقات المتجددة أكثر من 80% من استهلاكها من الطاقة. ثم لا ننسى اليوم أن المملكة المغربية لديها التزامات أيضا مع دول صديقة في الخارج كبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية من أجل تزويدها بالكهرباء من حقول إنتاج الكهرباء بالصحراء المغربية. وهذا المشروع اليوم هو يتماشى مع كل هذه التطلعات، وكذلك مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في المغرب، والتي تعطي أولوية كبيرة للطاقة المتجددة مقابل توجه مضطرد وتدريجي نحو تقليص حضور الطاقات الأحفورية في المشهد الطاقي المغربي. طيب، المكاسب كسؤال يطرح هنا التي ستجنيها المغرب من ناحية البيئة، الطاقة، واقتصاديا أيضا. أكيد على مستوى التزامات المملكة المغربية بخفض البصمة الكربونية للمملكة المغربية، يعني منذ كوب 22 التي انعقدت في المغرب، وبعدها دائما كانت المملكة المغربية تجدد التزامها بخفض انبعاثات الكربون. وأظن أن هذه المحطة اليوم الثالثة تؤكد أن المملكة المغربية عازمة على خفض انبعاثات الكربون والتوجه نحو الطاقات الصديقة. ثم كذلك مسألة الفاتورة الطاقية في المغرب هي ثقيلة جدا، خاصة أن المغرب لا ينتج ما يكفي من الطاقة الأحفورية، وأن 99% من الطاقة هي مستوردة من الخارج، خاصة الغاز الطبيعي وكذلك البترول، المحروقات البترولية. وبالتالي أن مسألة التوجه نحو الطاقات المتجددة هي ليست طرفا بالنسبة للمملكة المغربية، بل هو عبور فرض على المملكة المغربية من أجل خفض فاتورتها وتخفيف العبء على الموازنة المغربية، خاصة أن خلال السنة الماضية كان الدعم الموجه لقطاع المحروقات في المغرب مباشرة من الموازنة تقريبا ما يقارب 3 ملايير دولار، وهذا مبلغ ضخم جدا بالنسبة للمملكة المغربية، 30 مليار درهم تقريبا. وأظن بأن التوجه نحو الطاقات المتجددة سوف يخفف هذا العبء وهذا الضغط على موازنة الدولة ويمكنها من الانكباب على مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى. نعم، واضح. طيب، فيما يتعلق بهذا المشروع نور 2، هل من خطة زمنية لبداية هذا المشروع؟ وهل من معلومات إن كان تم اختيار الشركة التي ستتبنى هذا المشروع، بما أن هناك 6 شركات تتنافس عليها؟ إلى حدود الساعة المعلومات المتوفرة هي بخصوص المناقصة وبخصوص عدد الشركات التي تقدمت وما اختير منها. أما المعلومات المتعلقة بجنسية الشركة، بمن الشركة التي سوف يعاد لها
هذا المشروع من أجل إنجازه، فهذه المعلومات غير متوفرة إلى حدود الساعة. ولكن المعروف اليوم أن المملكة المغربية قد قررت أن تخوض هذه التجارب المتعلقة بالأوراش الانتقال الطاقي الكبرى وغيرها من أوراش البنى التحتية وفق مقاربة تشاركية. من جهة الفاعل الحكومي يكون حاضرا من خلال تمويل هذه المشاريع، ولكن أيضا الذي يعهد له بالبناء وباستجلاب التكنولوجيا هو القطاع الخاص، سواء كان قطاعا خاصا مغربيا أو قطاعا خاصا أجنبيا. وأظن أن هذا الأمر تم تكريسه أيضا من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الذي أدرج الطاقة المتجددة من بين أهم القطاعات التي سوف ترصد لها أنظمة دعم خاصة وأنظمة مالية تحفيزية خاصة من أجل تشجيع الاستثمار. ولا يتوقف الأمر اليوم على فقط بناء هذه المحطات من قبل شركة أجنبية، بل أيضا استغلالها وتوزيع الطاقة الكهربائية سوف يكون بشكل تشاركي بين فاعلين حكوميين وفاعلين خواص أجانب كانوا أم مغاربة. طيب، معظم تحالفات المغرب في ملف الطاقة المتجددة هي تحالفات أوروبية. برأيك هل ستفتح الباب أمام الصين، بما أنه الصين تعد يعني واحدة من أهم وأبرز رواد هذه الطاقة عقب الحرب الأوكرانية الروسية الأخيرة؟ وكان هناك توجه من قبل ألمانيا ومن قبل إسبانيا وإيطاليا مؤخرا نحو المملكة المغربية وبريطانيا أيضا من أجل أن تكون هناك مشاريع مشتركة لإنتاج الطاقة المتجددة. ولكن الباب يبقى مفتوح أيضا، لأن المملكة المغربية ترغب في تنويع الشركاء الاقتصاديين، والصين هم من بين الشركاء الموثوقين في هذا المجال، وكذلك حتى من جانب التكنولوجيا. المملكة المغربية هي بحاجة إلى التكنولوجيا الصينية وإلى الخبرة الصينية وإلى رؤوس الأموال الصينية. ولكن لا أستبعد أن يكون هناك أيضا شركاء من أمريكا وشركاء من الدول العربية، خاصة دول الخليج العربي. شكرا لك دكتور بدر أزهر الأزرق، الخبير الاقتصادي والباحث في مجال الطاقة. مرحبا سيد الأزرق. معنا المغرب يخطو خطوة أخرى تجاه تطوير قطاع الطاقات المتجددة، هذه المرة من خلال الطاقة الشمسية في جبال الأطلس. ما هي القيمة المضافة لهذا المشروع؟ أكيد أن هذا المشروع الضخم اليوم هو الثالث من نوعه في المغرب، ولكن وفق تكنولوجيا حديثة، وتختلف تكنولوجيا اليوم المعتمدة في هذه المحطة عن التكنولوجيا المعتمدة في المحطتين نور 1 ونور 2، لا من ناحية التكلفة ولا من ناحية تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، وأيضا من ناحية القدرة التخزينية، وهذه كانت إحدى معضلات المحطات السابقة، قدرة تخزين جد منخفضة. اليوم هناك توجه نحو إنشاء محطات بحلول تكنولوجية متطورة تمكن المغرب من بلوغ سقف الأهداف المسطرة في أفق سنة 2030، وهي 52% من حجم إنتاج أو من حجم الاستهلاك الإجمالي للمغرب على مستوى الطاقة أن يكون من الطاقات المتجددة. ولكن المملكة المغربية لديها أهداف بعيدة المدى أن تشكل الطاقات المتجددة أكثر من 80% من استهلاكها من الطاقة. ثم لا ننسى اليوم أن المملكة المغربية لديها التزامات أيضا مع دول صديقة في الخارج كبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية من أجل تزويد. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية، واتمنى نكون أسعدناكم بكلامنا عن مملكة المغرب الشريفة، البلد العظيمة. فعلا قد ايه الواحد بيسعد لما يكون بيتكلم عن بلد شقيقة، بلدنا التانية اللي بنحبها وبنحترمها ونقدرها، اسمها مملكة المغرب الشريفة، شعب المغرب العظيم. شكرا ليكم، شكرا بالزاف، مزيان على كل اخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.